السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ رجعت لكم بفيديو جديد النهاردة ان شاء الله. هعمل معاكم في الفيديو ده طريقة عمل البط الروستو او البط المحشي بالخضار. ويلا بينا نبدأ الفيديو عشان ما اطولش عليكم. طبعا البطة منضفوها وكده وخلصت وتشوحت وخدت كل انواع النظافة، بس دي بقى النظافة الاخيرة. الاول انا هنضفها بالمية عادي، وبعد كده هبدأ اجيب الدقيق والليمون والخل وهغسلها معاكم في الفيديو زي ما انتم شايفين كده. ويلا بينا. نبدأ بقى مع بعض نقطع الخضار. طبعا انا الحاجات اللي هنحشي بها البطة انا عملت بصلتين. هبدأ اقطعهم بقى لشرايح. طبعا انا مش هقطعه شرايح صغيرة لان محتاجاه يكون كبير شوية علشان يدي مساحة. ومعايا الطماطمايه 2 طماطمايه انا هحطهم برضو في الحشوة، تدي طعم برضو جميل جدا للبطة من جوه. ومعايا كمان قرن الفلفل، انا عاملة قرن فلفل شطة وقرن فلفل عادي. معايا هنا برضو كوساية. هحط واحدة بس، انتي حسب رغبتك يعني، مش هكتر لان الكوسة بتعمل طعم مش حلو. يعني طعمها بتكون حلو بس ما يكونش كتير. وحطيت بطاطساية وحشيت البطة من جوه. اوريكم بس قبل ما احطها على النار حشيتها بالخضار. طبعا مش حشيتها على الاخر، يعني اديتها مساحة تستوي فيها. وهبدأ اقفل البطة بتاعتي بالكبدة والقناصة بتاعتي كده. البطة بتاعتي تمام. فلسه فاضل معايا برضو طبق فيه شوية من اللي انا مقطعوهم.
هبدأ بقى معاكم في حلة على النار، معايا معلقة زيت ومعلقة سمنة، وهبدأ انزل بالخضار كده واديله تشويحة في النار. طبعا عندك طريقتين، يا تحطيها كده في صينية وتغطي عليها بالسلوفان تحطي البط عليها وتحطها بالسلوفان وتنزلي وتدخليها الفرن وتسيبها تستوي على راحتها، يا اما هتشوحيها كده وهتحطي عليها المية وتحطي عليها مية بتغلي، تديها تشويحة كده وتحطيها على النار في مية بتغلي، وهتكون حلوة جدا معاكي. انا الصراحة بفضل ان انا اعملها بالطريقة دي، انتي لو حابة تعمليها في الفرن مفيش مشكلة، يعني عندك الطريقتين. لو هتعمليها في الفرن عندك مقدار السوا هيكون في حدود ساعة او ساعة الا ربع، حسب نوع البطة اللي معاكي او حسب ما تلاحظي ان هي استوت معاكي. انا طبعا عشان انا محتاجة الشوربة بتاعت البطة فانا هعملها بشوربة عادي، يعني هعملها بشوربة، ولكن انا عاملاها بالخضار علشان هي بطة نوعها روستو. ف آم، احنا قايلين ان احنا هنعملها روستو، فعشان كده قلنا هنعملها بالخضار. وفي ناس طبعا بتحشي بس بالبصل وكده، بس ده طبعا حسب الرغبة، حسب انواع الخضار اللي انتي بتحبيها وكده بتحطيه براحتك يعني. انا هدي البصل بتاعي نص تشويحة بحيث ان السمنة او الزيت اللي انا حطيتهم ياخدوا ربع، يعني ياخدوا من طعم الخضار شوية، وفي نفس الوقت الخضار بتاعي ياخد تشويحة على النار معايا. طبعا لو البصل بتاعك ناقص يبقى زوديه، لان هو الاساسي يعني في الاكله بتاعتنا. لو لاحظتوا ان الشوربه عملت شوربه من غير ما احط البطه اصلا، فهتلاقي بقى ايه قوام شوربه معاكي تحفه. طبعا بعد ما بتخلصي البطه او بتخلصيها طبعا بتصفي من الخضار اللي فيها، يعني بتصفي الشوربة من الخضار اللي فيها ده، ما بتطلعهوش مع الشوربة. ولو انتي حباها بالخضار اللي فيها يبقى بتقطعيه قطع صغيرة اكتر من كده حسب ما انتي عايزة، يعني لو حابة الخضار ماشي، مش حباه ما تحطهوش، يعني ممكن تصفيها وتقدميها شوربة عادية زي اللي انتي بتستخدميها العادية. هبدأ انزل بالبطة بس على وشها طبعا بالسكينة، وحاولي اديها زي شكشكيها كده من جميع الاتجاهات علشان تستوي معاكي سوا حلو، تتأكدي ان ما دخلهاش اي، لما تيجي تستوي ما يكونش فيها دم ولا كده. وانا خلصت البطة وده الشكل النهائي بتاعها، وشكرا لكم جدا على المشاهدة. طبعا هي لسه فيها الخضار بتاعها، الخضار اللي جوه ده بتتاكل طبعا، وشكرا لكم جدا على المشاهدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.